أضاف القرآن لي، ودي من أفضل الإضافات، التأديب. التأديب. إن الإنسان يكون مؤدب. هذا الوعاء الذي يعي القرآن لابد أن يكون عاملا به، ما استطاع إلى ذلك سبيل. أضاف لي القرآن تحسين اللغة. القرآن منهج تربوي، بناخد منه مواقف كتير بتتعرض انت لها في حياتك، فبتحاول تعمل به. جميل. يعني ممكن القرآن الإنسان بيتأدب بأخلاق القرآن. صح. كلامه، في نظراته، خلواته، تعامله مع أبيه وأمه، فعلا تستشعر إن ده يتخلق بأخلاق وآداب القرآن. صح. حتى في التعاملات، يعني بالدرهم والدينار. سبحان جميل. الله، في كل المجالات الحياة. جميل. ممتاز. اما كنت أنا سألت الشيخ أسامة جابر ربنا يحفظه ماذا أضاف القرآن لك، فقال لولا القرآن ما كان أسامة. ما نساش الحتة دي. حسن. لولا القرآن ما كان أسامة. حتى ما كنت بسأل بعض الإخوة تجد مثلا يقول لك القرآن، ببركة القرآن حجيت، ببركة القرآن اتجوزت، ببركة القرآن اشتغلت، ببركة القرآن ربنا رزقني بالزوجة الصالحة. فتحس اللي هو خير 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 دنيا وآخرة. فعلا. حضرتك كنت لسه سألنا على حلقة الشيخ محمد الطويل، تسمع مثلا اللي هو ربنا أكرمه وتزوج، وربنا أكرمه وراح الحج، وربنا أكرمه في شغله، فتيجي تجد كل ده ببركة القرآن والتعايش مع القرآن.